الخامس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة عندنا درس انجليش للصف الخامس ابتدائي، منهج جديد. هنبتدي نشرح الوحدة التانية للناس يعني متلخبطة فيها، وبرضو الوحدة التالتة ان اول وحدة انا مشرحتهاش بس هي سهلة يعني كده، لكن هنبتدي في شرح الوحدة التانية والتالتة عشان فيهم كلمات كده غريبة وكده فاعرفها لكم. هنبتدي اول درس اللي هو lesson 1 في الوحدة التانية بعنوان I want to be healthy، يعني أريد أن أكون بصحة جيدة. أنا want أن أكون to be عايزة أبقى أكون بصحة جيدة. تمام، ده اسم اليونت بتاع يونت 2، ده اسم اليونت بتاعنا. ندخل بقى على ايه الفوكابري بتاعتنا. الفوكابري اللي بقى ايه lesson 1 بيتكلم عن الرياضات اللي هي ايه sports. main vocabulary listen point and say، يعني اقرأ واستمع. تمام، ردد ورايا بقى الكلمات. جونج فو جونج فو جونج فو جونج فو، يعني كونج فو اللي هي انت بتتمرن على كونج فو. تنس 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 تنس، يعني مضرب التنس، او بلاش مضرب التنس لو انت بتلعب بالتنس. سيلينج 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 سيلينج، يعني ابحار، يعني انت واخد سفينة كده فبتبحر بيها بقى في المحيط جوه. فاهم حاجة؟ سيلينج يعني واخد مركب وبتقعد بقى تبحر. سيلينج سيلينج. سويمينج 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 سويمينج، يعني سباحة انت بتعوم. سكواش 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 سكواش، يعني سكواش، رياضة السكواش. كاراتيه 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 كاراتيه، يعني كاراتيه. تمام بقى، دي كانت اللي هي يعني الكلمات المهمة يعني اللي شاملة الدرس، اللي هي بتلم الدرس يعني. عندنا بقى الحاجات في الصفحة التانية، بيقولك سبورتس رياضات. between يعني بين. later يعني لاحقا. old قديم. game لعبة. awesome يعني رائع. match مباراة. club نادي. worse أسوأ. تاني sports between latter old game awesome match club worse. تمام، دي عندنا الكلمات، باقي الكلمات بتاعت اللي هي كونج فو وتنس والكلام ده. عندنا بقى ايه تصريف الافعال، اللي هي الافعال المنتظمه والافعال الغير منتظمه. الافعال المنتظمه هي افعال بتزود لها ed او ed او اي والكلام ده كله في الافعال المنتظمه. لكن الافعال الغير منتظمه بتسمى بالافعال الشاذه اللي انت بتحفظها زي ما هي. عندنا مثلا مثال واتشت، يعني سهله قوي كده. قول في دماغك افعال منتظمه نزود لها ed. واتش هتكتب نفس الكلمة زي ما هي بس هتكون ايدي. تمام، هتحط لها ايدي. love loved liked agree agreed، يعني watch يشاهد، التصريف بتاعها watched. love loved يعني يحب. like يحب. liked هي برضو نفس المعنى. agree يوافق، تصريفها agreed. تمام، عندنا بقى الافعال غير منتظمه اللي هي بتحفظ زي ما هي. when one هي هنا وفي التصريف بتاعها o. present past go went هي سهله. go went have had سهله اوي. no فرق بس حرف، تغير حرف. so لو نفس الحرف كل حاجه بس تغير بقى حرف، يعني هنا اي تكون هنا ايه، هنا اي تبقى هنا او كده. عندنا بقى ايه حاجات كده عامة. talk about يعني نتحدث عن. it's great انه شيء رائع. me too وانا ايضا. good at يعني جيد جدا. bad at سيء في كذا. watch about you ماذا عن what about you ماذا عنك. so do يعني وانا كذلك. better than يعني افضل من. let's يعني هيا بنا. my favorite arm المفضلة عندي، حاجة المفضلة عندي يعني. looks fun يعني يبدو ممتعا. see you later يعني أراك لاحقا.
تمام، دي عندنا كانت بالنسبة للكلمات. عندنا بقى نشوف الحاجة اللي بعديها، احنا هنحل تدريبات برضو. عندنا بقى ايه، اسمه ايه ده، قراءة يعني. عندنا استماع يعني، اللي هو استمع واقرأ وتبادل ادوار يعني. عندنا الكلام ده ما بين سليم اقصد ووائل. عندنا بقى اول حاجة بيقول what are you watching، ماذا تشاهد. سليم بيقول كده، وائل بقى هيرد عليه يقوله an old match between رنين الوائلي and نور الشربيني. it's great I love squash، مباراة قديمة بين رنيم الوليلي ونور الشربيني. تمام، انها رائعة، انا احب السكواش. سليم بقى بيرد بيقول ايه me too what's swimming، انا ايضا من الرائع يعني. بعد كده بيقول بقى ايه رنيم she very good at playing squash، وائل بيقول كده يعني رنيم هي جيدة جدا في لعب السكواش. سليم بيرد عليه ويقول له I know what sport are you good at، انا اعرف ما هي الرياضة التي تجدها. وائل بقى بيرد عليه ويقول له I am very good at playing tennis but I am bad at playing handball. What about you؟ انا جيد جدا في لعب التنس لكن انا مش بعرف العب كرة اليد، وانت عنك ايه يعني ماذا عنك. سليم بقى بيرد عليه بيقول I am good at playing squash but I am bad at playing tennis. I love football too، انا جيد جدا في لعب السكواش ولكنني لا اجيد لعب التنس، بس انا بحب كرة القدم. تمام، عندنا بقى الصفحة اللي بعديها بقى لا تكملة، انا سهرلها لك في نفس الصفحة. سودو I but I am better at tennis than I am at football. Let's go and play a game a football، يعني وانا كذلك لكنني افضل في التنس من الكرة، دعنا نذهب بقى عشان ايه نلعب مباراة كرة قدم. سليم بقى بيرد عليه بيقول yes let's go to the club later، يعني حسنا دعنا نذهب الى النادي. تمام بقى بيقول بقى ايه وائل yes and what other sports do you watch and TV، يعني نعم هيا بنا نذهب الى الرياضات الاخرى التي تشاهدها على التلفزيون. تمام، سليم بقى بيرد عليه بيقول له I love watching karate and kung fu and you، يعني انا احب مشاهدة الكاراتيه والكونغ فو، انت بقى بتحب ايه. وائل بيرد عليه بقى بيقول له I love watching karate and kung fu and you. وائل بقى بيقول my favorite are swimming and sailing looks fun، يعني مفضلاتي هي السباحة والإبحار، الإبحار يبدو ممتعا برضو. سليم بقى بيرد عليه وبيقول له great so what time do you want to play football، يعني رائع، هنذهب امتى بقى عشان نلعب كرة القدم. وائل بيرد عليه وبيقول له about 5، في حوالي الساعة 5 كده. بيقول له بقى ايه سليم we some see you in the club later، رائع بقى اراك في النادي لاحقا. تمام، بعد كده بقى هنا عندنا اللي هي عندنا التعبيرات عن المفضلات، يعني هنقول ايه على الكلام ده. خليكم معايا ثواني. تمام، عندنا بقى بنقول ايه بنقول لو انا بحب كذا مثلا، فاقول I love squash، I love football، بقول I love squash او I like football، اي حاجة. عندنا بنحط me too او so do I، بنقول بقى ايه I have squash me too، انا كمان. I love football so do I، يعني انا كمان. تمام، عندنا بقى الحاجة اللي بعديها literal comparative adjective يعني adjective good I am good at squash، bad I am bad at playing football. تمام، عندنا بقى comparative adjective يعني better than أفضل من. I am better at tennis than I am of football. طب worse than يعني أسوأ من. I am worse than playing
handball than I am التنس. يعني انا سيء جدا في لعب الهاندبول اللي هي كرة السلة والتنس. تمام. عندنا بقى ايه هنحل كام حاجة كده هتحلوها انتوا في الواجب. عندنا هتحل اللي هو I need some juice، هتقول ايه والكلام ده كله. وكده هتكون خلصنا الدرس بتاع النهاردة، وبرضه اشوفكم في الدرس القادم. هيكون عن شوية تدريبات، هنحل التدريبات في الدرس القادم عن lesson 1، وهنكمل lesson 2 ونحل عليه برضو. واشوفكم في فيديو قادم، والى اللقاء. ما تنسوش بس قبل ما نقفل الفيديو تنزل تحت تعمل لنا لايك الجميل، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتكتب لنا لايك جميل. ولو في اي حاجة مش عاجباك في الفيديو تكتبها لنا، واحنا هنعمل عليها عشان تتحسن. اشوفكم في فيديو قادم، والى اللقاء.